الجميع يتذكر فوزي شاوشي في أم درمان ورايس مابولحي في مونديال 2010، لكن تقريبا الجميع نسي الرجل الذي أوصل الجزائر أساسا إلى جنوب أفريقيا. من هو الوناس غاواوي؟ ولماذا اختفى عن الأضواء؟ والأهم، كيف أصبح شكله اليوم؟ من فينا ينسى حامي عرين الخضر في أصعب وأدق فترات الكرة الجزائرية؟ الرجل الذي وقف سدا منيعا أمام كبار القارة الأفريقية، وكان أحد أهم مهندسي عودة الجزائر إلى الواجهة الكروية بعد سنوات طويلة من الجفاف. الوناس، الاسم الذي ارتبط بالأمان والهدوء داخل منطقة الجزاء. ولد الوناس في قلب تيزي وزو أواخر السبعينات، وبدأ رحلته مع كرة القدم بشغف كبير وهدوء غير معتاد. لم يكن من نوعية الحراس الذين يبحثون عن الاستعراض أو عدسات الكاميرات، بل كان حارسا يفرض وجوده بقوة شخصيته وبطوله الفارع، وبقدرة خيالية على قراءة الكرات العالية والتدخل في الوقت المناسب. صنع الوناس أسهم مجده الأولى مع نادي شبيبة القبائل، النادي الذي عاش معه أحسن أيامه الكروية. معه الكناري لم يكن مجرد حارس عادي، بل كان قطعة أساسية في جيل ذهبي نجح في حصد لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية 3 مرات متتالية في إنجاز تاريخي، إضافة إلى التتويج بلقب الدوري الجزائري. في تلك الفترة أثبت الوناس للجميع أنه الحارس رقم 1 في البلاد دون منازع. هذا التألق المحلي والكونسيستنسي العالية فتحا له أبواب المنتخب الوطني على مصراعيها. لم يلعب للمنتخب في أوقات الرخاء، بل كان الحارس الأساسي في الأوقات الصعبة، حين كان الخضر يمرون بمرحلة إعادة البناء. خاض الوناس 49 مباراة دولية بقميص الخضر، وكان دائما الحاضر الأكبر في المواعيد الكبرى. وعندما انطلقت تصفيات كأس العالم وأفريقيا 2010، كان الوناس هو الخيار الأول والموثوق للمدرب رابح سعدان. خاض التصفيات بكل ثبات، وقاد الجزائر من مباراة لأخرى بنجاح، وكان حجر الأساس في التأهل التاريخي. لكن كرة القدم في كثير من الأحيان تكون قاسية مع أبطالها. قبل المباراة الفاصلة الشهيرة في أم درمان ضد المنتخب المصري، حصل على بطاقة حرمته من المشاركة في تلك الملحمة التي تابعها الملايين ليدخل فوزي شاوشي ويتألق في تلك الليلة. ولم تتوقف سوء الأقدار عند هذا الحد، فقبل أسابيع قليلة من انطلاق نهائيات كأس العالم في جنوب أفريقيا، داهمته إصابة مفاجئة بالتهاب الزائدة الدودية، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية مستعجلة أبعدته عن الجاهزية البدنية والفنية. وبدلا من أن يكون الحارس الأساسي للجزائر في أكبر محفل عالمي بعد كل المجهود الذي بذله في التصفيات، وجد الوناس نفسه حارسا ثالثا متابعا للبطولة من مقاعد البدلاء، ليحرمه القدر من قطف ثمار ما زرعه لسنوات. بعد سنوات من العطاء وتنقلات بين أندية وطنية عديدة مثل وداد تلمسان وأولمبي الشلف وشباب قسنطينة، قرر الوناس تعليق قفازاته والابتعاد عن صخب الملاعب كلاعب. لكن أين ذهب الوناس بعد الاعتزال؟ ولماذا قل ظهوره الإعلامي؟ الحقيقة هي أن لم يبتعد قط عن عالم كرة القدم، بل فضل العمل في الصمت والظل بعيدا عن ضجيج وسائل الإعلام ومواقع التواصل. اختار التخصص في تدريب حراس المرمى، ونقل خبرته الطويلة للجيل الجديد. تولى تدريب حراس أندية كبيرة في الرابطة المحترفة الأولى مثل شبيبة القبائل واتحاد الجزائر ونجم المقرة، بل وتمت الاستعانة بخبرته أكثر من مرة ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني الجزائري. الوناس لم يكن مجرد لاعب مر على تاريخ الكرة الجزائرية، بل كان نموذجا للانضباط والاحترافية والوفاء للقميص. حارس ظلمته ظروف الإصابات والقدر في أزهى فترات مسيرته، لكنه كسب احترام ومحبة الجماهير الجزائرية بمختلف انتماءاتها. قصة الوناس تذكرنا دائما بأن النجاح في كرة القدم لا يقاس فقط بالأضواء وصخب الإعلام، بل بالأثر الطيب والجهد الخالص والذكريات التي تبقى حفرت اسمها في قلوب كل من تابع تلك الحقبة الذهبية.